السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا. هنعمل مع بعض الكباب المشوي ولا اجدع حياتي فيك يا مصر. هقول لكم على تتبيلتي المميزة اللي هتخلي الكباب طعمه جميل جدا وهيستوي معانا على طول ومش هياخد وقت خالص وهيكون زي الزبدة وبيدوب في البق دوبان. النهاردة هشارك معاكم كم نصيحة كده هتفرق معاكم كتير جدا لما تعملوا الكباب او الكفتة في البيت علشان يوصل لنتيجة مظبوطة ويكون زي المطاعم بالظبط. اللي معاه اهم حاجة بصوا وهم خالص، اللحمة معايا بعد ما استوت بقت زي الزبدة خالص خالص يا جماعة. بصوا بتدوب خالص خالص بفضل تتبيلتي طبعا المميزة اللي انا بعملها، طبعا بقى من غير شواية ولا فحم ولا دخان ولا نضايق بعض بأي ريحة. حاجة كده من الآخر جميلة، جميل لون وطعم وريحة ونكهة مش عايزة أقول لكم. يلا بقى ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بس قبل ما ندخل عليها ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واللي أول مرة يتابع قناتي على اليوتيوب يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. اشتراك الكلمة الصغنونة دي اللي باللون الاسود اللي تحت الفيديو، فضلا وليس امرا دوسوا عليها. شايفين الجمال؟ لون الكباب كده الكاميرا صراحة ظلمه حاجة كده يا جماعة، وهم من الاخر. معايا هنا عرق فريتو من اللحمة الكندوز، انعم قطعة في اللحمة. عرق الفليتو دي بتكون انعم حتة في لحمة الكندوز، وفي الضاني طبعا بتكون انعم حتة هي الريش. ممكن تستخدموا اي نوع لحمة انتوا بتفضلوه، ممكن كندوز او ضاني، بس يا ريت في الشوي بالذات يكون سنها صغير مش كبير علشان تستوي بسرعة. بس انا النهاردة هستعمل عرق الفريتو، انا طبعا بفضله جدا في الشوي، بتكون حتة اللحمة طعمها حلو جدا وبتستوي بسرعة. حاجة كده يعني بصوا ملبن العرق الفليتو ده طعم تاني. سيم هتعملوا لحمة مشوية على الفحم او لحمة مشوية على الطاسة الجريل. هنبدأ نفتحه كده من النص تمهيدا لقطعه. شايفين اللحمة دايبة اصلا وهي نية بطبيعتها، بصوا الشكل عامل ازاي. فتحناها كده زي الكتاب اهو تمهيدا لتقطيعها. هقطعها بقى مكعبات حلوة كده، والمكعب هقطعه ايه زي الكتاب برضو. قطعت اهو حتة اللحمة بتاعتي، بصوا الجمال. دي التقطيعة الشوي اللي بناكلها عند الحيتي اهو. طبعا الريش في الشوي بتكون جامدة جدا. بصوا الدهون بتاعتها رخامية ازاي مع اللحمة عشان تدي ميكس حلو كده اهو. حاجة وهم جدا. نيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا. معانا هنا عصير بصلتين، طبعا دي على حسب الكمية، كل ما كمية اللحمة بتاعتك تكتر كل اما تزودي في التتبيلة بتاعتك. هو مية البصل غامقة شوية لان البصل الاحمر تمام. طبعا البصل انا صفيته وعصرته وشلت التفل بتاعه عشان لو هعمل كفتة او هعمل مكرونة جنبها. وده عصير طماطمتين كده عصرتهم في الخلاط او حتى الكبة وصفتهم خالص. ومعايا هنا علبة زبادي، دي اللي هتدينا طراوة حلوة خالص للكباب بتاعنا. وبهاراتنا ايه بقى هنا الحلوة؟ بصوا ده ريحة سكر يعني على طرف المعلقة عشان تدينا اللون المكرمل للكباب بتاعنا، ومش هتدي اي طعم ولا هتزوده، هو اللون بس وهتساعد في تسوية اللحمة. ومعنا الملح والفلفل ومعنا صويا صوص الغامق هناخد منه معلقتين او حتى الفاتح براحتك. ومعنا هنا باربيكيو للشوي هناخد برضو معلقتين 3 كده. ومعنا الخل هناخد منه معلقتين. يبقى التتبيلة بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية بصل، عبارة عن عصير طماطم متصفية ومعصورة، عبارة عن زبادي، عبارة عن ملح وفلفل وريحة من السكر، معنا باربيكيو، معنا خل، معنا صويا صوص. دي التتبيلة بتاعتنا وتتبيلتي المميزة اللي انا بستخدمها على طول في الكباب بتاعي. حاجة كده يا جماعة وهم بتودي الكباب في حتة تانية خالص.
هبدأ بقى ان انا اعمل ميكس التتبيلة كله مع بعض. اهو مية البصل هنزل فيه بالطماطم بتاعتي المغسولة كويس جدا والمعصورة والمتصفية من القشر بتاعها اهو. وهنزل بالخل طبعا معلقتين حلوين كبار، مش هيبانوا برضو في اللحمة، مش هيأثروا ولا هيبانوا. والصويا صوص والباربيكيو صوص ده للشوي، حاجة وهم جدا يا جماعة. دي تتبيلتي المميزة. وهنزل كمان بالتتبيلة بتاعتي، التوابل الملح والفلفل وريحة السكر لزوم كرملة الخارجية للكباب، الريحة طبعا على طرف المعلقة الصغيرة. ونزلت بالزبادي كده، نزلت بجميع التتبيلة بتاعتي. هقلبها كويس جدا جدا لما تنعم خالص، مش عايزة اي تكتلات للزبادي او حتى للتوابل الجافة، عايزاها ميكس حلو خالص كده مع بعض. هقلبها بمضرب البيض. تمام، حلو قوي. ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتي، اشتراك الكلمة الصغيرة اللي باللون الاسود اللي تحت القناة فضلا وليس امرا، او سبسكرايب. التتبيلة بتاعتي اهي تكاد تكون كلها بقت ميكس واحد كده واختلطت كلها مع بعض. خطوة مهمة جدا. هبدأ بقى انزل بيها على الكباب بتاعي اهو، ما تقلقوش هتظبط خالص معانا. هبدأ اقلب من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن الجنبين. حلو قوي. طبعا التتبيلة الحلوة دي عفوا هتبات من قبلها بليلة في التلاجة، ولو انتي مستعجلة قوي هتحطيها ساعة في الفريزر. مش هتتجمد طبعا، هي بس ايه هتشرب اكتر. الفريزر هيمسك، هيخلي التتبيلة تمسك فيها كده. كل ما انتي قعدتي اللحمة بتاعتك في التتبيلة كل ما النتيجة طلعت مظبوطة ومضمونة، والطعم حكاية، والطعم هيثبت فيها وهتشرب كده من التتبيلة وهتبقى عالي العيل اهو. انا عملتها في يوم وسويتها في يوم تاني، طلعت بقى من التلاجة شايفين. تاني يوم شربت التتبيلة، والتتبيلة جمدت كده في اللحمة بعد ما كانت صوص خفيف كده وصايص كده في اللحمة. بصوا الجمال ما شاء الله. اهو هبدأ بقى اجيب ايه، هعمل على شواية البوتاجاز. في شواية عند بتاع الادوات المنزلية بيكون شواية بوتاجاز هي نفس نتيجة الفحم بالظبط، حاجة حلوة خالص وبتدي نتيجة هايلة جدا. بشوي عليها حاجات كتير جدا على طول، بشوي فراخ نية او بشوي كفتة او بشوي كباب على طول فيها، بتدي نتيجة رهيبة يا جماعة. طبعا انا هحطها زي ما هي كده، لا بقى هحطها في سيخ ولا في ايدين الشيش طاووق، زي ما هي كده هنزل بيها على الشبكة بتاعة الشواية. النار طبعا مظبوطة، انا ظبطها كويس لا عالية ولا واطية. كل ما النار تكون هادية كل ما تاخدي نتيجة مضمونة وتسوية مظبوطة في الاكل بتاعك اهو. شايفين القطع حلوة ازاي؟ حلوة قوي. هبدأ بقى ايه اغطي عليها. غطيت عليها بدأت هي تدخل في سوا، اللي بطلعه بحط غيره، اللي استوت يعني اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم الريحه ما تتوصفش في الخطوه دي، ما شاء الله ريحه جنان يا جماعه. جربوها بالطريقه دي وبالتتبيله دي هتدمنوها بجد. لا بقى مش عارفه تشوي فين، لا انا كده جاهزه، انا جايبه لك كل حاجه جاهزه. ودي طبق الكباب بتاعنا. تمام كده الكباب بتاعنا استوى
ورصيناه وحطينا شيبسي وبقدونس وبقى زي الزبدة معانا. عملنا هنا مع بعض كباب الحيتي بمنتهى البساطة. مبدئيا كده الريحة ما تتوصفش. ولو هتعملوا الكباب باللحمة الضاني ضيفوا اثناء الشوي قطع اللي هي الضاني، هتخلي النتيجة رهيبة. اللون زي ما انتوا شايفين، مش هتفرقوها عن الشواية على الفحم خالص. اما التسوية ما شاء الله، قطعة اللحمة زي الملبن في ايديا، قطعتها كده جميلة خالص ومش ناشفة، جوسي كده وحلوة اهو. صدقوني احلى من الجاهز بكتير، طعمها رائع جدا جدا. التتبيلة دي انا معتمداها من زمان جدا ومستحيل اني اغيرها، حاجة حلوة خالص وطعم جنين. شايفين الجمال واللون، لون ما يتوصفش. وبس كده، اتمنى ان الفيديو ده ينال اعجابكم، وما تنسوش تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في التعليقات. هتعجبكم خالص وهتنال اعجاب كل اللي هياكل منها. شايفين اللون الجولد الغامق؟ يلا بقى، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وكومنت. واللي اول مرة يتابع قناتي على اليوتيوب يعمل الاشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.